في ناس كتير قبل أي قرار تقعد تفكر وتراجع وتحسب وتفكر وتراجع وتحسب، ولو قدامها فرصة حقيقية الفرصة دي بتضيع منها. في قرارات كل اللي محتاجاه شجاعة، مش محتاجة انك توصل لمرحلة الكمال لان عمرك ما هتوصل لها وتبقى حاسب كل حاجة 100%، عشان I guarantee you واضمن لك ان هتطلع لك حاجة انت ما كنتش مفكر فيها، فساعتها هتحس ان اللي انت عملته ده كان كله او معظمه راح على الفاضي. وانا هنا مش بقولك تأنى ومش بقولك ما تفكرش، لا فكر، بس لازم تبقى عارف تفكر فين وازاي وامتى. يعني في فرص معينة لما بتيجي قدامك لازم تجامب اون ولازم تقتنصها، والا الفرصة هتروح منك. لكن في قرارات معينة محتاجة منك حكمة ومحتاجة انك تهدى ومحتاجة انك تحسبها، وبرضه هيبقى فيها نسبة مخاطرة ونسبة شجاعة، مش هتبقى 100%. فلازم تبقى عارف ايه القرارات اللي محتاجة انك تفكر وتتأنى، وقرارات ان انت تبقى باصص لها كأنها فرصة لو راحت منك يمكن هتقعد فترة عقبال ما تيجي تاني. اعرف بتعمل ايه امتى وفين، وان شاء الله تعرف تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. ولو غلط اتعلم وما تجلدش ذاتك، كلنا بنغلط وكلنا بشر، بس اهم حاجة تتعلم. والمرة الجاية لما تجيلك فرصة، لان على فكرة الفرصة لما بتروح ان شاء الله بتيجي تاني حتى ولو بعد فترة، حتى لو جت بشكل مختلف، بس اهم حاجة تتعلم من خطأك ده، وان شاء الله ما تكرروش المرة الجاية وتعرف تقتنص كل فرصة بتيجي قدامك. Thank you.